بقولك يا باشا، عاوز شغل بس يعني لو في. لا والله يا رجولة مش محتاج حد معلم دخيلك وين نضع هيدا أضح هنيك زين. لا والله مش محتاج، تمام شكرا. بقولك يا برنس، مش عاوزين حد يشتغل معاكم؟ لا والله يا اخويا مش محتاجين حد، تمام عادي مفيش مشكلة شكرا. الو الو يا اما، وصلت راح ابعت لك شوية دعوة يجيك تقعد هنا في بلادنا مصر. بلدك مصر؟ ايوه شو فيها يا اسطى؟ ما انت ازمتك كانت في 2011 تقريبا، احنا النهارده 2026 لسه سبحان الله المشكله مستمره. وانت يا عم السوداني مش اتفاقيه الحريات الاربعه اللي احنا وقعناها سنه 2004 دي وعديناها عادي ودخلناك عشان صعبتوا علينا بس مش اكتر؟ يا زول وش فيها يا زول؟ لا هقول لك وش فيها، بس تنساش تشترك في القناه اللي فيها ان انا اتخنقت. انتوا مش في بلدكم، فيا اما تقعدوا باحترام او ترجعوا بيتكم. يعني انا كشاب عشان واحد سوداني خد مكاني في شغل ما، ومش بس عشان الشغل، لا موقف في المواصلات. تخيل انا شخص لسه مخلص شغل ورايح اركب الميكروباص عشان اروح البيت، بقى يطلع قبلي ويزقني واحد سوداني ويقعد ويبص لي البصه كده يقول لي كومبليت كومبليت، اللي هو حرفيا ما كانش في تصرف غير ان انا امسكه اضربه وارميه بره، بس عشان انا طيب ما عملتش كده طبعا تقريبا. يعني يا زول تراني محسوب اجنبي، يا زول انا اجنبي اصلا قاعد في مصر. اللي هو يا اسطى انا مش الفيفا وبعمل لك قيد، انا بقول لك ارجع بلدك باك هوم. طب ما تروح يا اجنبي اللي انت اسمك اجنبي ومحسوب على مصر، تقعد في السعوديه او قطر او المغرب او اي بلد بيدفعوا اكتر. اشمعنى اخترت مصر اللي فيها 120 مليون؟ انت جاي تخليهم 122؟ يعني عندك تارجت في بلدكم ولا؟ مش ناقص زحمة والله ولا بجاحة، يعني مش ناقصين. تعالى كده أصلا نفكر في حاجة هم ضافوها السودانيين أو السوريين من ساعة لما قعدوا في مصر. الطعمية بقت كريمي. في النهاية حابب أوضح حاجة، إن إحنا أمة واحدة وشعب واحد، والكلام ده طبعا مش على الكل. أنا محدد فئة معينة وحشة جوه مصر ولا يوجد أي عنصرية في الكلام. إحنا في النهاية إخوات. وما تنساش تكتب رأيك في الكومنتات، أنت متفق معايا ولا في أبعاد تانية للموضوع أنا معرفهاش؟ اكتبها لي تحت واشترك في القناة وحط لايك. السلام عليكم.